في بداية فيلمنا النهاردة بنلاقي مجموعة من الجنود ماشيين ببطء في الغابة وبيكونوا خايفين وعاملين حساب لكل خطوة بيخطوها، وواحد من الجنود اسمه ليون بيقول أنا حاسس إن في حاجة غريبة، بس صاحبه ميجيل بيطنشه وبيقول له يفضل مكمل، وبالفعل بيكملوا مشي بالراحة. وبعد ما بيمشوا مسافة بيلاقوا عصابة من الإرهابيين بيهجموا عليهم، وبيكون عددهم كبير جدا لدرجة إن هم بيواجهوهم الرصاص اللي مع الجنود بيخلص، وبعدها الإرهابيين دول بيبدأوا يمسكوهم واحد ورا التاني وبيموتوهم. وبنلاقي إن ميجيل واقف يتفرج من بعيد وبيراقب زمايله هما بيموتوا بكل وحشية، ولما ميجيل مش بيقدر يستحمل إنه يشوفهم بالمنظر ده بيحاول ينقذ زمايله، بس للأسف الوقت بيتأخر، ورغم كده كل زمايله بيموتوا قدام عينيه. وفي المشهد اللي بعد كده ميجيل بيصحى من النوم وهو بيصرخ، وبنعرف إن كل ده قاعد في أوضته، بس المفاجأة إن ده ما كانش مجرد كابوس، الأحداث دي بجد حصلت حقيقي، بس من بعد الحادثة دي والجيش طرده بسبب إهماله، ومن وقتها وهو عايش حياة عادية وأغلب الوقت بيحلم بكوابيس من دي كتير، وكمان بيحلم بوفاة أصحابه، وعلشان كده هو صحته النفسية كل مدى بتتدهور يوم ورا التاني، لدرجة إنه حتى مش بيقدر يعمل أبسط الحاجات. وصاحبه ليه بيقول له إنه لقى شغل كحارس أمن، وإنه قدر يوفر له الشغل ده بصعوبة مع إن الوكالة دي بتاعت عمه، بس بينبه عليه إنه ما يعملش أي غلطات المرة دي. وبنفهم من كلامهم مع بعض إن دي الشغلانة رقم 3 في ال6 شهور اللي فاتوا، وعلشان كده ليه قلقان من الحوار ده، بس في نفس الوقت ميجيل عايز يساعده، ولكن ميجيل ما بيبقاش فاهم ده. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف بنت صغيرة اسمها جوليا، واللي بتبقى بتجري في الشوارع وبتدور على اخوها بوكس، وبيكون باين عليها انها خايفة جدا، وده لانها عرفت ان في عصابة بتدور عليها وبتطاردها. وبعدين بتشوف اخوها بوكس واللي باين عليه هو كمان انه بيحاول يهرب من حد، بس بعدين بيتمسك وبيسألوه على مكان البضاعة. وفي الوقت ده جوليا بتوصل وبتتحايل عليهم يسيبوا اخوها، وهنا الزعيم بتاعهم بيوصل وبيضرب صاحب بوكس وبيموته. ولان جوليا كانت بتشتغل عند الزعيم ده بيقرر يدي بوكس فرصة تانية، وبيقول لهم يتصرفوا ويوصلوا البضاعة بتاعته بسرعة والا هيقتلهم هما الاتنين المرة الجاية. وبكده جوليا بتضطر توافق تنفذ المهمة دي علشان تنقذ حياة اخوها، بس بتكون متغاظة جدا من بوكس، وده لانها قالت له كتير جدا ما يتورطش مع العصابات، وبتقول له انها لو ما كانتش وصلت في الوقت المناسب كان زمانه ميت دلوقتي، وكل ده علشان بوكس مش بيقدر يسيطر على تصرفاته. وبعدين بنشوف ميجيل وبنعرف انه عايش في نفس المنطقة دي، واليوم ده بيبقى اول يوم ليه في الشغل، بس حتى في اول يوم ليه في الشغل بيوصل متأخر، وبيلاقي واحد واقف بره قدام مخزن مهجور، وبيقول له انه من هنا ورايح هيشتغل هنا، وان ميجيل قدر ياخد الشغل ده لان مفيش اي حد تاني عنده استعداد يشتغل في منطقة مهجورة زي دي، خصوصا كمان في الفترة المسائية. والراجل بيقول له ان في آلاف من اطنان الحديد وفي حاجات تانية كتيرة قوي مهمة في المكان ده، واللي هو بقى هيضطر يحرسها. وبيقول له انا عرفت ان انت كنت في الجيش وعلشان كده اخترتك للشغلانة دي، لان الناس اللي كانوا في الجيش مش بيخافوا، واغلب الحراس هنا ما بيبقوش عايزين يشتغلوا في الفترة المسائية. وبيقول له انه مطلوب منه يراقب كل حاجة من هنا ورايح، وكل الحاجات اللي موجودة هنا مرصوصة بشكل واضح، بس في نفس الوقت برضه هي معرضة للسرقة. وبعد ما بيشرح له نظام الشغل كله بيدي ميجيل سلاح علشان يحمي بيه نفسه والبضاعة، وبيقول له ما يضيعش الرصاص على الفاضي لانه هيتخصم من مرتبه. ولما بيطلب رقم موبايل ميجيل بيعرفه انه مش معاه موبايل، بس بيفكر انه طالما مش معاه موبايل فهو هيركز اكتر في الشغل، وبكده بيسلم عليه وبيمشي وهو مطمن ان البضاعة هتكون في امان. وفي الوقت ده جوليا بتروح تزور امها المريضه، وبتقول لها انها هي وبوكس عندهم شغل مهم بالليل، بس مامتها بتفهم انها مخبيه عنها حاجه. وقتها بتشوف بوكس وهو بياخد المسدس من العربيه، فبتزعله وبتقول له ينزل المسدس ده حالا ويرجعه مكانه، بس هو بيشك ان الناس دي هيتهوروا. ووقتها مامتهم بتحس ان ابنها ده مالوش اي لازمه، بس مش بتحس ان بنتها في خطر، وبتقول لها باباكي معلمكيش كل الحاجات دي. ولكن بوكس مش بيحترم باباه ابدا لانه مقتنع ان هو السبب في الحاله اللي واصلين ليها النهارده، وطول السنين اللي فاتت دي هو ما شافش بس غير الجوع والفقر، ودلوقتي هو عايز ينهي الموضوع ده، حتى لو اضطر يقتل حد علشان يوصل لده هيعمل كده. ومن ناحية تانية الناس دي بتستعد علشان يروحوا الشغل، وهنا بنلاقي مجموعة من الضباط مشغولين في التجهيزات بتاعة العملية اللي هينفذوها النهارده. وبعدين بنشوف المعمل اللي بيجهزوا فيه المخدرات اللي بيبيعوها في البلد، وعلشان ما يتقبضش عليهم بيستخدموا جثث يحطوا فيها المخدرات دي علشان يعرفوا ينقلوها من غير ما حد يشك فيهم. وبيجي واحد يفتش كل جثة منهم وبيقول لرجالته يشيلوا اعضاء الجثة دي ويحطوا بدلها اكياس المخدرات، ودي احسن طريقه يقدروا ينقلوا بيها البضاعه لان مفيش حد هيتجرأ يفتش جثه بني ادم. وبعدين بنعرف ان جوليا وبوكس مطلوب منهم انهم يوصلوا واحده من التوابيت دي، والراجل اللي هناك بيشرح لهم هينفذوا العمليه دي ازاي. وفي اللحظه دي روميرو بيوصل المخبأ ومعاه رجالته، والواحد ممكن يفكر البوليس ده جاي يعمل ايه عند مخبأ العصابه، وطالما هم عارفين بالجريمه دي هم ليه مش بيقبضوا عليهم. بس الحقيقه ان البوليس متعاون مع العصابه دي، وحتى الجثث اللي العصابه محتاجاها علشان يحطوا فيها المخدرات البوليس هو اللي موفرها.
وبنفهم ان الجثث دي جثث ناس محدش جه سأل عليها، وبعد ما بيخلصوا المهمة بيحرقوا الجثث اللي استخدموها علشان محدش يقدر يمسك عليهم اي حاجة ويتهمهم بأي حاجة. بس المرة دي الموضوع مختلف شوية، وده لان روميرو بيجي المرة دي علشان يقول لهم انهم لازم يوقفوا كل حاجة، والحقيقة ان في ناس في المجال ده بدأوا يشكوا فيه، وعلشان كده هيختفي لمدة شهر ونص او شهرين كده قبل فترة الانتخابات. وفي الوقت ده ناس من رجالته بياخدوا موبايلات الناس اللي موجودة هنا وبيقفلوها، ولما زعيم العصابة بيشوف ده بيفهم ان في حاجة غلط بتحصل هنا، فبيقول له مفيش مشكلة، احنا هنلم كل ده وهنمشي من هنا، انا بس يا دوب هعمل مكالمة وهقول للناس اللي معايا. بس قبل ما يلحق يعمل اي حاجة البوليس بيبدأ يضرب نار عليه هو ورجالته، والحقيقة انه جاي هنا علشان يمحي اي دليل ممكن يعمل له مشاكل مش علشان يحذره، فبيقتل كل الناس اللي موجودة في المكان. وجوليا وبوكس ما بيبقاش ليهم اي علاقة باللي بيحصل ده، بس هما كمان بيتم استهدافهم، والاتنين بيجروا يستخبوا في ركن على جنب، بس واحد من البوليس بيشوفهم وبيحاول يقتلهم، ولكن بطريقة ما بيقدروا يهربوا من قدامه. ولان البوليس واقفين عند البوابة الرئيسية ومفيش طريقة تانية يقدروا يهربوا بيها من المكان ده، فالاخوات بيقرروا ينطوا من الدور الاول من المبنى. بس بعد النطة دي بوكس رجله بتتكسر وبيمشي وهو بيعرج، وواحد من الضباط بيشوفهم هما بيهربوا وبيروح يبلغ روميرو باللي حصل، وبعدها روميرو بيقول لرجالته يروحوا وراهم يدوروا عليهم ويموتوهم. وفي الوقت ده بنشوف ميجيل وهو قاعد في الشغل وبيرجع من تاني يفكر في زمايله وفي الحادثة اللي حصلت، بس المرة دي هو بيكون معاه سلاح في ايده، فبيكون عايز ينهي حياته وبيحاول بالفعل يدوس على الزناد ويرتاح، بس فجأة بيقف وبيمنع نفسه، لكن بعدين بيلاقي ميعاد فترته بدأ، فبيلبس الزي وبيخرج يراقب البضاعة، وده لأن مطلوب منه يحرس المخزن الضخم ده كله لوحده، بس هو ما كانش يعرف ان في مشكلة كبيرة قوي هتظهر قدامه. ولما بنرجع للاخوات بنشوف جوليا وهي بتحاول تهرب وبتشد اخوها معاها علشان يبعدوا عن المنطقة على قد ما يقدروا، بس بوكس علشان رجليه مكسوره مش بيقدر يبعد اكتر من كده، ووقتها بيشوف مخزن كبير قدامه واخته بتبقى بتدور على مكان يستخبوا فيه، واول ما بيدخلوا ميجيل بيشوفهم وبيسالهم هما مين وازاي دخلوا هنا من غير اذن، بس جوليا بتكون خايفه جدا وبتقول له ان في عصابه بتطاردهم وبتتحايل عليه كمان علشان يساعدهم، وميجيل بيقول لهم ان دي ملكيه خاصه وان وجودهم هنا دلوقتي ممنوع، وبيقول لهم يا ريت يرجعوا تاني للمكان اللي جم منه، بس لما بيشوف رجل بوكس مكسوره وبتنزف جامد بيوافق يساعدهم. وفي الوقت ده بنشوف المعمل اللي روميرو ورجالته دمروا فيه كل الادله اللي كانت موجوده، وبيبينوا الموضوع وكأن اللي حصل هنا كان عباره عن حرب بين عصابات. وبعد شويه مدير المكتب بيوصل وبيجي يشوف اذا كانوا نفذوا الشغل كويس ولا لا قبل الصحافه ما توصل، وده لانهم لو لقوا جزء بسيط بس من الدليل وقتها الكل هيروحوا في 60 داهيه. وبعد شويه العمده بتوصل ومعاها رجالتها، واللي على قد ما شكلهم يبان من بره انهم ناس نظيفه ومالهمش في العك ده، بس بنكتشف انهم اصلا متحكمين في امبراطوريه المخدرات كلها، وبكده البوليس كله ومن ضمنهم مدير القسم بيشتغلوا عندها، وبيأكدوا عليهم انهم يقتلوا كل اللي كانوا موجودين هنا علشان محدش يعرف بحقيقه اللي بيحصل قبل الانتخابات واسمها يفضل نظيف. وبعد ما بيتأكدوا ان كله تمام بيتصلوا بالصحافه وبيوصلوا علشان يغطوا الاحداث اللي حصلت، والمذبحه بتتحكي للناس على انها كانت عباره عن حرب بين عصابتين، بس في صحفيين بيسالوا اشمعنى البوليس وصل مسرح الجريمه بعد الكل ما مات، بس بيخافوا يدخلوا في مشاكل بسبب انهم بيوجهوا اتهامات للعمده من غير اي دليل، وعلشان كده الكل بيفضل ساكت. وفي الوقت ده ميجيل بيحاول يعالج اصابه بوكس، بس لما بيلاقي قدامه دم كتير بينفعل وبيتاثر جدا، وبيفتكر الاحداث الصعبه اللي عاشها والصدمه النفسيه اللي بقاله كتير بيعاني بسببها، فجسمه بيبدا يترعش من الخوف، بس بيقدر يسيطر على نفسه بطريقه ما. وفي اللحظه دي الاخبار بتقول على التلفزيون على مكان الحادثه اللي حصلت، ولما ميجيل بيشوف القصه دي في الاخبار بيفهم ان الاخوات اللي قدامه دول هربوا من المكان ده، وبيسالهم اذا كانت الاخبار دي عنهم، لكن جوليا بتقول له لا، وبتقول انهم اتنصب لهم فخ، بس هي مش بتقدر تكمل كلامها لان ميجيل مش بيديلهم فرصه يتكلموا، وبيقول لهم يمشوا من المكان ده فورا لانه مش عايز يدخل في اي مشاكل. وبعدها ميجيل بيوري لهم الطريق اللي هيمشوا منه، بس الاخوات مش بيقدروا يخاطروا ويمشوا من الطريق ده مره تانية، فبتطلب منه طريق تاني يمشوا منه، بس ميجيل بيبقى عايز يطلعهم بره باي طريقه وخلاص، وهو واخدهم وطالع بيهم بره المخزن بيلاقي رجاله روميرو وصلوا المكان، فميجيل بيقول لهم ان دي ملكيه خاصه وما ينفعش يكونوا موجودين هنا، وبيقول لهم يخرجوا، فبيقولوا له احنا كمان بوليس وبنأدي واجبنا زيك بالظبط، وبيقولوا له يسلم الاثنين اللي معاه دول وهم هيسيبوه يمشوا، لكن ميجيل بياخد باله ان ولا واحد منهم لابس الزي الملكي، وده مش بيحصل غير لما البوليس بيبقى بيعمل حاجه مشبوهه، فميجيل بيثبت في مكانه وبيطلب منهم انهم يمشوا، بس وقتها بيجي واحد يهجم عليه من ظهره وبياخد منه المسدس،
وبيمسكوهم هما الثلاثه. وبعدها واحد من الضباط بيمسك بوكس وبيضغط على مكان الجرح اكتر لانه قتل واحد من الرجاله قبل ما يهرب. ولما بيحس ان ده مش كفايه بيضربه برصاصه كمان في رجله. وجوليا بتتحايل عليهم يسيبوا اخوها يعيش بس هما مش بيوقفوا برضه. ووقتها بيجي ضابط تاني وبيقول لهم يسيبوه وبيزعق لهم على اللي بيعملوه في الولد وانهم قاعدين يتسلوا عليه. فبيقوم ماسك المسدس وضربه بطلقه في دماغه بيموته. ووفاته دي بتتسبب في صمت مفاجئ. وجوليا ما بتبقاش قادره تصدق ان الناس دول قتلوا اخوها فبتبدا تعيط عياط هستيري. وفي الوقت ده ميجيل بيجي له نوبه صرع لان اصحابه اتقتلوا قدام عيونه بنفس الطريقه دي على ايد الارهابيين قبل ما يموتهم هم كمان. وفجاه بيقوم يواجه الرجاله دول وبيبدا يقتل فيهم كلهم زي المجانين وبيحاول يتفادى الرصاص اللي بيضربوه عليه هو كمان. وبيحاول يهرب من المكان ومع جوليا بس بعدين بيلاقوا ناس تانية جت. وبعد ما كان فاكر ان الشغلانه دي هتكون مجرد شغلانه سهله ويا دوب هيحرس البضاعه بيكتشف ان الشغلانه دي جايه معاها عواقب تانية هو ما كانش عامل حسابها خالص. وفي الوقت ده الضباط اللي في المكان بيستوعبوا انه مش مجرد حارس امن بسيط زي ما كانوا فاكرين وبيطلبوا قوات دعم اكتر لكن ميجيل بيقتلهم هم كمان. وفي الوقت ده جوليا بتلاقي واحد بيطاردها بس هي بتهرب منه وبتطلع فوق وهو بيطلع وراها والاتنين بيواجهوا بعض بس جوليا مش بتقدر تواجهه لمده طويله. وميجيل بيولع في واحد في الناحيه التانية وهو بيقتله بس الراجل بيحاول يموت ميجيل وياخده معاه في النار. بس ميجيل بطريقه ما بياخد السلاح اللي مرمي جنبه علشان يموته بس الراجل بيسحبه مره تانية. وميجيل بيقوم واخد السلاح وبيضربه وبيموته اخيرا. وفي الوقت ده الراجل اللي بيطارد جوليا بيبقى هيكسر لها دماغها بس ميجيل بيوصل على اخر لحظه. وبعد شويه روميرو بيوصل المكان ولما بيشوف الوضع وحاله الناس اللي هناك بيحس ان ده شغل عصابه العدو بس اللي ما يعرفوش هو انه خلق عداوه مع الشخص الغلط. وفي الوقت ده بتجيله مكالمه من مدير القسم واللي بيكون متعصب على الاخر وبيبدا يزعق له على الموبايل وده لان بسبب اهماله الانتخابات بقت في خطر دلوقتي. وبيقول له انه لازم يقتل البنت دي قبل طلوع الفجر والا العمده هتخلص عليهم كلهم. وفي الوقت ده ميجيل بيبدا يجيله نوبه صرع مره تانية وجوليا بتقرب منه وبتحاول تساعده بس ميجيل ما بيكونش في وعيه وبيحاول يموتها هي كمان بس بيفوق وبيقدر يسيطر على نفسه على اخر لحظه. وجوليا من غيظها بتبدا تضرب في جثه مرميه في المكان لكن ميجيل بيقول لها ما تتعبيش نفسك لان الموضوع لسه ما انتهاش وان في ناس تانية هتيجي تدور عليهم. وبيقول لها ان واحد صاحبه كمان مات مشنوق بنفس الطريقه دي من نفس نوعيه الناس دول وعلشان كده هو فاهم هي حاسه بايه دلوقتي وبالليل انت هتبقي عامله زي بالظبط. وهم قاعدين يتكلموا بيجي واحد يهجم عليهم وبيضرب جوليا وبيخليها تتصاب اصابه خطيره لكن ميجيل بيضربه كذا ضربه في بطنه وبيقتله اخيرا بعد ما بيفصل راسه عن باقي جسمه. وروميرو وقتها بيبقى بيدور عليهم بس بعدين بيلاقي صاحبه اللي نجا واللي بيحكي لروميرو ان اللي عمل كده ما كانش من عصابه العدو وانه حارس امن كان بيحرس المكان ده هو اللي موتهم كلهم. بس روميرو مش بيصدق ان في راجل قدر يعمل كل ده لوحده وقتل العدد ده من الضباط. وبعدها ميجيل بيحاول يهرب مع جوليا بس جوليا ما بتكونش عايزه تمشي من غير ما تاخد معاها جثه اخوها وده لانها ما عندهاش فكره الناس دول ممكن يعملوا ايه بالجثه بتاعته. وبتقول لميجيل يمشي ويسيبها لان المعركه دي ما تخصوش بس هي دلوقتي لازم ترجع لاخوها. فميجيل بيقول لها انا عملت نفس الحاجه للفريق بتاعي وكنت عايز افضل معاهم لحد اخر الوقت كمان ولكن ده ما حصلش. وفي الوقت ده روميرو بيبقى بيدور عليهم وبيفهم ان اللي حصل ده مش هيقدر يعمله شخص طبيعي. وهنا بتجيله مكالمه من رجاله العمده واللي بيقولوا له انهم واقفين قدام بيته وبيقولوا له انت لو ما خلصتش على البنت دي النهارده ومحيت اي دليل بنتك ومراتك هم اللي هيدفعوا الثمن. فروميرو بيحاول يحافظ على هدوءه وبيكمل تدوير على البنت. وفي الوقت ده جوليا بتبقى بتحاول ترجع لاخوها بس وهي في الطريق بتلاقي واحده من الضباط بتمسكها وبتخبط دماغ جوليا في الحديد كذا مره وبتسيبها مصابه اصابات خطيره جدا. بس رغم كل ده هي مش بتبطل ضرب فيها وجوليا كمان بتضربها وبتغرز حديده في رجلها بس الضابط بتقوم ماسكه نفس الحديده وبتضربها بيها في رقبتها وبتخليها تنزف جامد. وبطريقه ما جوليا بتقدر تقوم وتضربها مره تانية وبعدين بتزقها في الحيطه وبتخبط راسها في العمود الحديد اللي متعلق فوقيهم. وفي الوقت ده ميجيل كمان بيبقى بيدور على طريقه تانية يخرج بيها وفجاه بيلاقي راجل ظهر قدامه وبيضربه بس هو مش بيضربه لانه بيفتكر انه ضعيف لا ده لانه مش عايز يموته موته سهله. فالاتنين بيواجهوا بعض في الوقت ده بس الراجل ده بيكون عارف يستخدم السكاكين بطريقه محترفه جدا. وفي وسط مواجهتهم شفره المروحه بتتكسر بالغلط وبتقع فالراجل بيحاول يضرب بيها ميجيل لكن ميجيل بيكسر شفراتها وبيقطع بيها رقبته. ودلوقتي قبل ما يلحق يهرب بيلاقي ناس تانية ظهرت وبيمسكوه. وفي الوقت ده جوليا بتكون مصابه اصابات خطيره وبتتمسك هي كمان ووقتها باقي الضباط بيجوا وبياخدوها معاهم وبيرجعوا لروميرو. وبكده جوليا وميجيل بيبقوا واقفين قدام روميرو واللي بيكون منبهر جدا بشجاعه ميجيل وبيقول له انه بيفكروا بحد هو كان يعرفه وانه سمع قصه كده عن جندي قدر يقتل الاعداء كلهم لوحده وحاسس كده ان الجندي ده يبقى انت. وفي الوقت ده روميرو بتجيله مكالمه من ناس بيسالوه اذا كان نفذ المهمه ولا لا
روميرو بيكذب وبيقول لهم ضن يا باشا وبيقفل المكالمة. وبعدها روميرو بيقول لميجيل ان هو كمان كان جندي وعلشان كده بيحترمه لانه عارف ان اللي عدى بيه ما كانش سهل خالص وعلشان كده هو مش ناوي يقتله. فبيديله مسدس في ايده وبعدها بيسأل صاحبه اللي قال للعمدة عن مكان بيت عيلته هو ليه عمل كده. فصاحبه بيتوتر كده وبيقول له انت بتسألني انا ليه السؤال ده؟ الكل هنا عارفين عنوان بيتك. بس روميرو بيكون عارف انه خانه فبيطلب من ميجيل انه يموته وبيقول له انه لو ما عملش كده فهو هيقتل جوليا. فميجيل بيقوم ضربه على طول بالرصاص وبيفجر له دماغه. وبعد شويه رجاله العمده بيوصلوا وبيطلع ان الراجل اللي ميجيل قتله ده يبقى اخو واحد منهم وروميرو عمل كده علشان هم هددوه بقتل عيلته. ولما الراجل بيجي وبيطلب يعرف مين اللي قتل اخوه كلهم بيكذبوا وبيقولوا ان ميجيل هو اللي قتله. فبيسال جوليا بس الناس اللي تبع روميرو بيسالوه هو بيعمل ايه وبيقولوا له انت لو سالتها هي هتقول اسامينا. ولان جوليا عارفه انها كده كده هتموت خلاص بتقرر توقعهم في بعض قبل ما تموت وعلشان كده بتقرر تقول الحقيقه. وبعدها الطرفين بيواجهوا بعض وبيضربوا نار على بعض وناس كتير من الطرفين بيموتوا في المواجهه دي. وميجيل وجوليا بيستغلوا الفرصه دي وبيهربوا من المكان وروميرو بيستخدم النار علشان يولع في اعدائه. وبعد المعركه دي ما بيبقاش حد عايش غير ميجيل وجوليا. وجوليا بتستخبى بسرعه ورا الترابيزه بس بيجي ظابط تاني وبيلاقيها وبيقوم ماسكها مدشملها وبعدين بيرفعها وبيرميها على الترابيزه وبيبقى هيقطع رقبتها بالمنشار الكهرباء بس هي بتضربه في الجرح بتاعه وبيصرخ بصوت عالي. وساعتها بتستغل الفرصه دي علشان تقوم تواجهه وبتقربه هو من المنشار وبتقتله. وفي الوقت ده بيجي واحد تاني يضرب نار على ميجيل فبيروح يواجهه بنفسه وهو ماسك سكينه في ايده. وميجيل ما بيبقاش معاه غير كشاف معدن كسلاح وبيفضل يولعه في عينه وبيخليه ما يشوفش كويس. وميجيل بيستغل الفرصه دي وبيكسر له دماغه. واخيرا جوليا بتجري على جثه اخوها وبتنهار لما بتشوفه ميت قدامها بس بعدين بتشوف روميرو وهو جاي فبتستخبى بسرعه. ووقتها روميرو بيكون جاي يدور على اسلحه بس ما بيبقاش فيه رصاص باقي في الاسلحه اساسا. وفي اللحظه دي ميجيل بيجي وبيحاول يطلع جوليا من المكان ولما هما الاتنين بيخرجوا بيلاقوا الدنيا بتمطر جامد وجوليا بتكون مصابه اصابات خطيره. فميجيل بيقولها تستخبى هناك وتستنى الاسعاف توصل بس كل اللي بيبقى شاغل جوليا وقتها هي ازاي هتواجه العالم من بعد وفاه اخوها وازاي هتقول لامها على اللي حصل وده لانها وعدتها انهم هيرجعوا سوا بامان. بس ميجيل بيقول لها ما تلومش نفسها لانها حاولت كتير تنقذه وبيقول لها انه فاهم احساسها ولكن مش صح يعني انها تفضل تلوم نفسها على اللي حصل لان كل ده اساسا ما كانش بايديها ولان ده مش هيعمل اي حاجه غير انه هيزود وجعها. وجوليا بتفهم الرساله اللي عايز يوصلها لها وبعدها هما الاتنين بيبداوا يمشوا من المكان بس بعدين بيلاقوا روميرو جاي ناحيتهم فبيضرب ميجيل والاتنين بيتخانقوا مع بعض. وميجيل بيحاول يواجهه بس التمارين اللي متدرب عليها ما بيبقاش ليها اي لازمه لان روميرو كمان كان جندي زيه واقوى منه كمان. فبيفضل يضرب ميجيل جامد لحد ما بيدشمله. ومن بين كل المعارك والخناقات اللي ميجيل اتخانقها دي بتكون اصعب معركه عدت عليه وميجيل بيبقى عاجز تماما قدامه وروميرو بيضربه جامد لدرجه ان ميجيل ما بيبقاش عنده طاقه يقوم يقف تاني على رجله. ولما جوليا بتشوف حالته دي بتقرر تساعده بس بتلاقيهم بيتخانقوا وبيبعدوا اكتر ولانها مصابه جامد مش بتقدر تروح وراهم. وفي وسط معركتهم ميجيل بيقع عليه ماسوره ولكن روميرو بيبعد وبعدها بيضربه كمان في بطنه ولما بيحاول يقوم تاني بيضربه ضربه قويه جدا. بس برغم الاصابات الكتيره اللي في جسمه ميجيل بيكمل خناق لحد ما نفسه بيتقطع وفي الاخر كمان دراعه بيتكسر. بس روميرو بيلف سلك حوالين رقبته وبيشده جامد لحد ما بيخليه مش عارف يتنفس. وقبل ما يموت بيجي واحد يضربهم بالنار هما الاتنين وبيبقى كمان هيقتلهم بس جوليا بتهجم عليه من ظهره بس ده برضه مش بيموته. وبعدها الراجل بينزل ضرب في جوليا وبعد ما بتخلص عليه بنرجع لميجيل وروميرو بس بنلاقي ان بعد ما ميجيل بينط علشان ينقذه روميرو بيمسك شاكوش ضخم وبيبقى هيقتل ميجيل ولكن جوليا بتضربه بماسوره حديد في بطنه. ووقتها ميجيل عينيه بتيجي على الحديده الكبيره اللي فوق فبيسحب الحبل وبيحاول ينزل الماسوره دي على روميرو. ومع ان الموضوع بيحتاج طاقه كبيره بس وقتها روميرو بيشد الحبل معاه وبيساعده وبعدها الحديد بينزل على روميرو وهو بيموت بيطلب من ميجيل انه يساعده يموت من غير وجع فبيطلب منه يخلص عليه وميجيل بيحقق له امنيته وبيقتله. وبعدها بيروح لجوليا اللي بتكون مصابه اصابات خطيره جدا بس الموضوع ده بيكون لسه ما انتهاش وده لانهم عارفين ان العمده مش هترتاح غير لما جوليا تموت ودلوقتي هي محتاجه تخلص كمان من ميجيل. بس الحلو في الموضوع انهم هما الاتنين بقوا مستعدين لاي حاجه. ولحد هنا بتنتهي احداث قصتنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.